مسفن هذا بكينا نخبزه في الطابون، نعجنه فطيري ونحط عليه حبة بركة وينسون ونصفر، ونحط عليه زيت، نتفة زيت بأس نخلص عجينه، نحط عليه نتفة زيت وبنعجنه وبنفومه بنخبزه، بنحط في الصاج زيت ونخبزه. باكو زمان يوشلوها الناس وهم قاعدين في المطر، أكلات المطر هذول أكلات الشتاء. وفي الجداد باكو يجدوا، احنا باكو يجدوا شهور الناس، اليوم بيجدوش، اليوم بيطولوش الناس في الجداد، باكو يجدوا الناس شهور. لما يجي عوني يعاونوا الناس بعضهم، لما يجيهم عوني تروح واحد من اللي مرته بجده وتسوي وتصرح له. طبعا بعد العجين نقطع العجين، بيكون الزيت جاهز. طبعا احنا بنرك العجين وبنطبقه مشان يصير عدة طبقات. بنركه طبعا في الزيت عشان يصير في مساحة بين الطبقة والثانية، ما يلزق في بعضه بهاي الطريقة. عشان هيك الناس بخربشوا بين انه مطبق ولا مسفن، هي نفس الفكرة. يعني في عدة اشكال إلها. كانت مثلا امي شو تعمل، هاي بتوقع الصاج، كانت تجيب تعمل لنا اياها على الصاج، خبز الصاج اللي هو شراك، وتدهنه في زيت بعد ما تخبزه، وبعدين ترش عليه سكر كمان بنفس الطريقة. يعني نوع من أنواع الحلويات. أنا طبعاً كل شيء تعلمته من أمي، يعني مش بس هاي. متذكر يعني أول مرة عجنت فيها بكيت في صف ثالث، يعني كانوا إيدي زي القصف. لأنها أمي أصلاً يعني إحنا يعني بنشتغل في الزراعة وفي الأرض، فكانت تسرح مثلاً تعشب، تحصد، فمين بده يعجن ويخبز يعني، فإحنا نساعدها في البيت كلنا يعني. بنشيله بنحطه في القطر. بعد القطر بتشيليه وبتحطيه على بعضه. طبعا بده فترة لما بصير ناعم، لأنه أصلا العجين هذا فطيري بدون خميرة.